اول تمرين هو الترايسبس رو بوش داون. في التمرين ده لو انت كنت واقف عادي مش هتعرف تفرد ايدك للاخر وتعمل فول اكستنشن للترايسبس، فالاحسن انك تميل بظهرك لقدام علشان تدي لنفسك مساحه انك تفرد ايدك للاخر وانت بتلعب. وبالنسبه لكتفك ما تخلوش يبقى مقوس لقدام علشان ما يحصلكش اصابه في الكتف. المفروض تعمل حاجه اسمها ريتراكشن، يعني ترجع كتفك لورا وانت بتلعب. تاني تمرين هو الدمبل ترايسبس اكستنشن. لو لعبت التمرين ده وانت دراعك عمودي على الارض هيكون التنشن او الحمل على الترايسبس قليل، فالاحسن انك ترجع دراعك لورا بزاويه حوالي 60 درجه علشان تعمل اكبر تنشن على الترايسبس وتعرف تستفاد من التمرين. تالت تمرين هو الترايسبس كيك باك. المفروض تبدأ التمرين ده ودراعك عامل زاوية 90 درجة، وتنهي التمرين لما يكون دراعك موازي للأرض. فحاول ترفع كوعك وانت بتلعب وتفرد ايدك للآخر لغاية لما دراعك يكون موازي للأرض. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. كان معكم محمود العطار من فت باي ساينس. سلام.